يقول لي أحد الأحبة صلى معي مرة، قال: أنا أذكر أمه هو أمي من برها بأبي أنهم كانوا قديما ينتقلون ويحيلون من مكان في الرعي إلى مكان آخر. يقول: فشدوا مرة من المرات من مكان في قلب نجد، وأحالوا إلى منطقة بعيدة، ومشوا في الحساب 7 كيلو 8 كيلو. قال: فلما أن أناخوا في المكان الجديد، أمه كانت لا تتجاوز 9 سنوات، وصلوا مع غروب الشمس. فلما بحثت أمه وهي البنت الصغيرة لأبيه لجده، إذا النجر، تعرفون النجر، إذا يد النجر ليست معهم، والوالد سينام بعد العشاء، وإذا أصبح يريد القهوة، ولا يمكن أن يستقيم حياته في يومه إلا إذا حمس القهوة وبردها ودقها وتقهوى. فماذا فعلت؟ فورا انطلقت قافلة عائدة وحدها في صحراء في ظلمة الليل، حتى أتت إلى موضعهم الأول، النزل الأول، فبحثت فوجدت اليد، وما أتت إلا والفجر قد انبلج والنور قد انتشر، فوضعته عند أبيها ثم نامت نومة المتعب. المهم لا يزعل الشايب. انظر، وبعض أبنائنا لو تسأله أين كنت مد شفتيه وقطب جفنيه وحاجبيه، كان أنا رجال. والله يا ولدي لوك رجال ما رفعت الصوت على أبيك، والله لوك رجل. والرجولة ليست بلوغ سن معين، إنما هي بلوغ درجة في البذل، حتى أن ترى وتقرأ أفكار الوالد وأفكار الوالدة وتحقق منهما الطلب قبل أن يطلباه. وقال بعض أهل العلم: إذا طلب الوالد والوالدة شيئا استحقاه وجوبا، ليس برا منك، وجوبا عليك، تأثم لو طلب شيء وأنت لم تنفذه. والبررة هم الذين يفعلون قبل أيها الأحبة قبل أن يطلب منهم.